هنعمل مع بعض النهاردة وصفة، يعني هي منتشرة الفترة دي، اللي هي القشطوطة. منتشرة في محلات الرز بلبن او المحلات اللي بتعمل المنتجات دي. سهلة جدا وبسيطة، هنتعلم ازاي نعملها بطريقة محترفين تبقى زي المحل بالظبط زي ما انتوا شايفين واحلى بكذا طعم. هعلمكم كل اسرار المحلات اللي تخليكم تطلعوها شكل وطعم، كمان ممكن تعملوا منها مشروع وصدقوني هتكسب جامد. جميلة وسهلة وبسيطة. كمان في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعملها طرية كده وغرقانة في اللبن زي ما انتوا شايفين، وتبقى هشة جدا، ما تبقاش حاجة مجرد حاجة بيتي. وهنتعلم كمان نعمل الرز بلبن يبقى مكشكش كده ونظبطه زي ما انتوا شايفين، ويبقى طعمه كريمي ومش ناشف. واللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك على طول ويفعل جرس التنبيه عشان يوصل لكم الوصفة في ميعادها. هنبدأ على طول بالوصفة دلوقتي. القشطوطة اول حاجة احنا هنبتدي نعمل الكيك او القشطوطة عشان تطلعوها بالظبط زي المحلات. مش بصوا في منتهى السهولة، هنجيب حاجة اسمها دقيق سبونج. دقيق السبونج ده موجود عند بتوع مستلزمات الحلواني او اي عطار. انا استخدمت نص كيلو، ده هعمل صاج كبير حوالي 40 في 40. نص كيلو بياخد 6 بيضات و بياخد نص كوباية مية. هكتب لكم طبعا المقادير دي كلها تحت في صندوق الوصف زي ما انا معوداكم. ركزوا بس في الفيديو وتابعوا معايا للاخر، هتلاقوها في منتهى السهوله. هحط معلقه صغيره من محسن الجل ده لو موجود، وبرده موجود عند بتوع مستلزمات الحلواني. مش موجود استغنوا عنه تماما، هي فيها السكر، فيها المحسنات، فيها كل حاجه. شفتوا مفيش اسهل من كده. هنضربها على طول في الميكسر سواء بمضرب بيض او بعجان، بس ما ينفعش خلاط ابدا. هنضربها حوالي 5 أو 6 دقايق لحد ما لونها يتغير ويفتحها وتتحول للون الابيض ده وبيبقى قوامها تخين. دي الطريقة الصح اللي تديكوا فعلا نتيجة زي اللي بتشتروها من المحل، مش الكيك البيتي. طبعا انتوا لو حبيتوا تعتمدوا اي وصفة كيك عندكم فانيليا مفيش اي مشكلة، بس انا بوريكم هي بتتعمل ازاي. كل اللي انا عملته ان انا نقلتها في صاج وسويتها كده. هتدخل فرن درجة حرارة 180، مش هتاخد اكتر من ربع لتلت ساعة. اول ما ندخل السكينة ونلاقيها نظيفة حتى لو وشها محمرش نطلعها على طول عشان ما تنشفش. شفتوا مفيش اسهل من كده. لا هنفصل بياض عن صفار، ولا هنستخدم دهون ولا لبن ولا اي حاجة، مجرد باودر هنحطه نضيف عليه بيض ومية ونضربه وندخله الفرن. مفيش اسهل من كده. الوش اللي فوق ده لو حابين تشيلوه شيلوه، انا بحب اشيله وهو الكيك دافي. لو غطيتوه بورق زبده كده هيتشال معاكم بمنتهى السهوله، بس انا سبته يبرد شويه فهشيله عادي بايدي برضو بيتشال بمنتهى السهوله، وممكن ما تشيلهوش خالص بس انا بحب اشيله. تمام، يبقى كده عملنا اول حاجه اللي هو القشطوطه او الكيك. هنسيبها تهدى بقى شويه ونشوف هنعمل ايه. شلت الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين، طريه جدا هشه زي ما قلت لكم. لو غيبتوها في الفرن هتنشف. هبتدي بقى اسقيها. لازم تغرقوها لبن، مش مجرد سقي كده البتاعه دي يعني ما اسعفتنيش. دي عباره عن نص الكميه لبن او حليب، والنص التاني كريمه او كريمه حلويات. مفيش كريمه استغنوا عنها، يبقى لبن بس مفيش مشكله. انا فتحت الغطا وبقيت بقى بسقي، وبالذات الحروف لانها ممكن تكون ناشفه شويه. اسقوها كويس. هتاخد مثلا الصاج ده اخد حوالي 3 كوبايات. اسقوها بزياده، مش مجرد ان احنا بنشربها، هي المفروض بتبقى غرقانه في الحليب كده. تعالوا نعمل الكريمه بقى. الكريمه انا استخدمت، ما زودتش سكر عشان يبقى فيها طعم القشطه. استخدمت كريمه لباني باودر، او تستخدموا كريم شانتيه نوع كويس. وحطيت معلقه سكر واحده وضربتها بلبن. طبعا بتدينا كميه كبيره زي ما انتوا شايفين. كمية الحليب الباودر بتبقى حسب كل باودر، انتوا المكان اللي هتشتروه منه هيقول لكم كمية السائل المناسبة لكمية الباودر. تمام، اي كريمة بقى عندكم. ضربنا الكريمة وبعد طبعا ما بردت وسقيناها هبدأ احط الكريمة. شفتوا مفيش اسهل من كده. حطينا كل حاجة اتضربت، دخلناها الفرن، طلعت هديت، سقيناها وهنفرد عليها الكريمة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. سويتها كويس، وبعدين هجيب البتاعه دي موجوده اكيد في معظم البيوت، اللي هي دي اللي بنقطع بيها المخلل. وهعمل شكل تعريجات كده بس عشان يبقى شكلها حلو. لو انا مش حاطه من فوق توبينج او اي حاجه بتدي شكل لطيف جدا، بالذات بعد ما تسقع وتتقطع. هعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده وهدخلها التلاجة حوالي ساعتين عشان لما اجي اقطعها تطلع شكلها منتظم وما تتبهدلش. تعالوا بقى نعمل دلوقتي الرز بلبن ونشوف ازاي نعرف نطلعه، هيبقى في منتهى الجمال.
الرز بلبن يعني عقدة ناس كتير، مع انه ابسط مما تتخيلوا. انا معايا هنا كوباية رز مصري عادي، حط عليها حوالي 3 أو 4 كوبايات من المية. انا بحب اسلقه، لازم يتسلق في مية، لانه لما بيتسلق في حليب صدقوني ما بيستويش او بيطلع في جامد من جوه. دي طريقتي وجربوها فعلا هتعتمدوها. بعد 10 دقايق الرز استوى وشرب المية بتاعته، لازم يشربها. هنزل ب2 لتر من الحليب على طول، ده حليب بلدي من عند اللبان، على طول من الكيس مش مغلي. وده ليه؟ عشان اخد طعم اللبن الجاموسي اللي انتوا بتحسوا بيه عند اي لبان او عند اي حد بتشتروا منه رز بلبن. هنزل بكوباية كمان من السكر، يبقى 2 لتر حليب بياخدوا كوباية رز وقدهم كوباية سكر، وكده بيبقى مظبوط. حابين تزودوا بس ما تقللوش عن كده. اول ما يغلي، انا نقلته على عين اكبر بس لازم ابقى واقفه جنبه. اول ما يغلي هبتدي اقلب فيه كده. اول ما يغلي ههدي الحراره مش واطيه للنص وابقى واقفه جنبه. هو بياخد وقت شويه، بياخد من ربع لتلت ساعه. انا ما بحطش ولا نقطه نشا، وهتشوفوا شكله قوامه في الاخر عشان تاخدوا رز بلبن كريمي صح. ما بيتحطلوش نشا، النشا طعمه بيبان كمان بيغير من قوامه. يعني دي طريقتي المعتمده واعتمدوها، فعلا هتتعولي وهتعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين كمية اللبن بدأت تقل، لو تلاحظوا القوام بدأ يتقل، بدأ يتخن. بتاخد حوالي تلت ساعة. اهم حاجة ما تسيبوهوش، تبقوا واقفين جنبه عشان ما يفرش او يشيط او يتلسع. الرز بلبن ما بيتعملش في حلل، يعني ما فيش داعي ان احنا نعمله في تيفال او جرانيت او اي حاجة. احسن حاجة ليه يا ألمنيوم، ودي ستانلس، بس احنا نبقى متأكدين انها نوعها كويس ومش بتشيط الحاجة. تمام. خلاص هو دلوقتي قوامه تمام، تخن تماما، وزي ما انتوا شايفين بنقول عليها كده بتبقبق. حطيت يعني حوالي نص كوبايه من القشطه، دي قشطه بلدي اللي هي وش اللبن، وهطفي على طول، هي هتسيح من الحراره. شايفين القوام عامل ازاي من غير ولا نقطه نشا؟ وده الرز بلبن الصح، ما استخدمناش فيه اي حاجه، لا رز ولبن وسكر بس. كمان القشطه البلدي بتدي طعم كمان احلى من الكريمه. شايفين القوام؟ والله ولا نقطه نشا. تمام. ده كان لسه نازل من على النار، حتى ما كانش لحق يبرد، لان هو لما بيبرد كمان قوامه بيتقل عن كده. هتاخدوا احلى رز بلبن كريمي. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا ونغرف الرز بلبن. هنغرف الاطباق تقريبا النص كده يعني. طبعا الاطباق دي كبيره، المفروض ان هي اللي بتتباع بتبقى اقل من كده، بس هو ده اللي كان متاح عندي ساعتها. انا بس حابه اوريكم الفكره. هنغرف الاطباق ونخلصها ونسيبها تبرد تماما. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هنسيبها بقى تبرد تماما، مش متغطيه، تبرد وتهدى كده، مش متغطيه في حراره الجو. بعد كده هنبتدي نغطيها وندخلها التلاجة تسقع كويس، وهوريكم شكلها بعد ما طلعت من التلاجة عامله ازاي. تعالوا نشوف شكلها ما طلعت من التلاجة. شايفين بقى كشكشة، ده من الدسم، وان اللبن، ان الرز بلبن مش قوامه مش ناشف ومش تخين، قوامه كريمي جدا. هتشوفوا بقى، شفتوا ما فيش ابسط من كده. ما استخدمناش اي حاجة غريبة ولا بودرة غريبة بتاعت ايس كريم، وبسمع حاجات كده، حاجات دي بتدي طعم بس مش الطعم اللي انتوا هتاخدوه من بره. ادي الرز بلبن، وادي القشطوطه او الكيكه بتاعتنا طلعت. هنبدا نقطعها. انا سبتها حوالي ساعتين او 3 ساعات في التلاجة عشان اعرف اقطعها كويس، لانها شاربه لبن كويس. لو قطعتوها على طول ممكن تتبهدل منكم. انا ما فردتش عليها الكراميل او التوبينجز مره واحده، لان انا هوريكم كذا شكل وكذا توبينج زي ما بتتعمل بالظبط في المحل. تقدروا تقدموها كده لوحدها او فوق الرز بلبن. شايفين الشكل يجنن ومنتظم ومظبوط ازاي؟ ادي القشطوطه بتاعتنا. تعالى اوريكم بقى احنا هنحط عليها ايه من فوق وهنعمل ايه بالظبط. ادي بقى، وها هي دي حطيت عليها مانجا، مانجا ورشه فستق كده. دي كانت قشطوطه رز بلبن. الاطباق دي بتتباع باسعار محترمة يعني في المحلات، ودي هي اللي كنا بنقطع منها. تقدروا، مناسبة جدا لأصحاب المشاريع، مش هتكلفكوا حاجة وهتبيعوها بأسعار كويسة جدا. ودي كانت لوتس، حطيت عليها توبينج لوتس وبسكوت مفروم من اللوتس، وزينتها كده برشة من الكراميل. دي قشطوطة قشطة اللي هي بتبقى غرقانة لبن بس زي ما هي بالكريمة، وحطيت عليها شوية مكسرات. ودي اللي بالفاكهة خفيفة ولطيفة وترطب، حطيت عليها بس فراولة.
عملت كمان واحدة بالنوتيلا اهي بعيد باينة بس ملحقتش اصورها قوي يعني. دي عملتها بزبدة الفستق. تقدروا تفننوا بقى وابدعوا، طلعوا بقى يعني ابداعكم فيها. هتبيعوها باسعار كويسه قوي، اقل واحده بتتباع من 45 وفي ب35 على حسب التوبينج وعلى حسب المحطوط فيها. شوفوا هي اتكلفت ايه. نص دي اللي هي بالكراميل، حطيت عليها الكراميل ده صوص كراميل جاهز او اللي بيتقال عليه مربى الحليب، برضو موجود ومتوفر جدا عند بتوع مستلزمات الحلواني. ولو حابين طريقته اكتبوا لي في الكومنتس وانا اكتب لكم طريقته. شايفين الكيكه هشه وطريه وغرقانه في اللبن، حقيقي طعمها يجنن. الكيكه طعمها يجنن، الرز بلبن طعمه يجنن. موضوع بسيط سهل وفعلا ممكن تبقى فكره لمشروع فعلا مربح جدا ويكسبكوا دهب، لانها منتشره جدا وطالعه ترند واسعارها بره خياليه. شايفين بقى الجمال والقمر يعني اسعار دي السبونج، وكمان دي كمان يعني انواع كويسه جدا. يعني نص كيلو تقريبا ب23 جنيه، خد 6 بيضات. شوف انا عملت كميه قد ايه، وطبعا الاطباق اللي انا عاملاها اطباق كبيره. جربوها هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك، ضروري ادعموا الفيديو بلايك عشان يترفع. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه. جربوها تستمتعوا بيها جدا جدا.